السلام عليكم. شخبور هوب المميح، كيف الحال؟ حياكم الله، حيا الله الطيبين، حيا الله حبايبي، حيا الله خلف كبدي. ان شاء الله بخير انتون وبصحة وعافية، والصيام ان شاء الله مو متعبنكم. معاكم الشيف بلاوي من مطبخ بلاوي، ويقدم لكم طبخة بلاوي. أنا اليوم هذه الطبخة صراحة أحبها، وكل الناس مشهورة عندهم يسمونها كشري الخليج. يعني وش كشري الخليج؟ يعني المموش. الله يسلمكم. المموش من العادات والتقاليد ومن التراث الخليجي الأصيل القديم، وكل واحد ولازلنا نعتز بهالطبخة، وكل مناسبات لازم نسويها. المهم ما راح أطول عليكم، وتعالوا نستعرض وإيش هي مقادير المموش اللي هو الكشري الخليجي. حياكم. عندنا اللي هو الشيء الأساسي الروبيان. في ناس يحبونه بروبيان فريش طري، وناس لا روبيان يابس. أنا صراحة برضو الطرفين وما بزعل أحد، بسوي طري وبخلط معاه اللي هو اليابس. وعندنا الله يسلمكم لوبة منقوع نص كوب، تحطون اياه ماي على طول يفغر ينتفخ يصير كوب واحد، يعني نص كوب ها. وعندي ماش نفس الشيء منقوع، وعندي عدس اخضر منقوع، وعندي طماطيتين، وعندي الفلفل ايش راجع عليكم. انا بس هذا قطعت انا واحد، الحين بطحنه ويا الطماطة، وهذا بخليه بس حق يطلع لي الديزاين ماله اللي هو المنظر. وعندي بصلتين مفرومين، وعندي فلفل بقطعه حبة واحدة، وعندي تابل، وعندي شبن، وعندي الله يسلمكم نص كيلو عيش. لأن اليوم ما بزيد، لأن هذا بيضاعف الكمية، وإذا حطيناه في القدر راح يعجن علينا. ونروح نستعرض اللي هو المقادير البهارات الصحيحة. عندي كمون، وعندي مسمار اللي هو القرنفل، وعندي الهيل، ولوميتين يابس، وعندي الدارسين ممكن تشوفونه، وعندي الفلفل المجروش. انا اليوم ما بستخدم الفلفل الحار، اليوم بستخدم الفلفل المجروش. وعندي الملح الخشن، والبهارات الناعمة المطحونة كالمعتاد، كركم وبزار وليمون اللي هو اللوم الأسود. والحين أنا حميت الضوء وحطيت فيها الزيت علشان يوفر علي الجهد، ورايح أحط البصل ورايح احط عليه اللي هو البهارات الصحيحة. عندي المسمار 4 حبات يكفي، الهيل نفس الشيء 4 حبات، والكمون نص كمشة صغيرة، وعندي الدارسين عود او نص عود ايش راجع عليكم يعني، وعندي الليمون اللي هو اللوم اليابس 2. انا اوريدي يعني من قبل ضغطهم علشان العصارة مالته تتغلغل داخل المكونات. وعندي الفلفل المجروش نص كمشة، بعدين بحط البقايا، بس الحين عشان يطلع لي النكهة مالتهم واخليه يتقلب، بس احمرار شوية خفيف، ما ابغى واجد، بسوي نوع البحار يعني، ما ابغى اسوي احمر يعني نوع المحموص او المشبوس، لا انا ابغى الروبيان تبين عندي. رايح اقلب فيه بس احار سيحمر شوي، وانا رايح اطحن اللي هو الطماطة ويا الثوم اللي هو 6 فصوص يعني نص راس، ومع الفلفل. انا باخذهم الحين وباحطهم في الخلاط، وبجيب الطماطية وبقطعها عشان توفر لي الطحنة مالتها.
رايح اتخلص من هذا العتق ماله. نفس الشيء. وداخل وعلى طول. واجيب هذه اي شيء يعني تقدرون تطحنونه حتى لو من المبشرة مثلا. هذا عندكم بتطحنونه بتبشرونه راجع عليكم، بس انا اسرع لي بطحنه بهذا. خلاص كافي عندي. شيله بس انظفها. انا بالعمال انا طاحن لنا عشان ابغي شويه الروبيان يبين عندي، لان اذا حطيت الطماطة بكبرى وده ما راح يبين الروبيان عندي. خلي على جنب واقصص الفلفل. هذا ما راح افلته، قلت لكم من قبل هذا انا احتاجه، بس اذا حبيت احطه في السلطات راح اشيله، لان الحب شويه يطلع المنظر مو زين ويا السلطات. ونشوف لوين وصلت. شوية بعد وعلى طول رايح احط عليها مكونات بقاياها. ما دام انا هذه تستوي انا رايح اشيل هذا الفلفل، رايح اتخلص منه عشان انا بستخدم الصحن. احطه هني. رايح اقطع هالخضرة هذه مع بعض. أنا أحب دائما إذا فيها حمصة لازم أحط هذه المكونات، يعني المكونات بدون هذه أنا بالنسبة لي الطبخة مو مضبوطة. هذا بس اللي نبغاه، التحميصة مالتها مو واجد، بس هبابها تحمر. وعلى طول أحط اللي هو المعجون اللي سويته أنا شوية بس. ريحة الثوم والفوم ويا الطماطة بدت تطلع، والنكهة غريبة عجيبة وبلاوي. واقوم احط هذه الخضروات اللي هو التابل والشبن ويا الفلفل، بحط بس نصه، بعدين ما ابغاه يدبل كامل، بس اخليه شوية قلبه. رايح احط عليه البهارات اللي هي المطحونة، اللي هو الكركم 3 كمشات، بسوي نوع البحاري اصفر شوية، وبزار كمشة واحدة، واللومي كمشة صغيرة، والفلفل المجروش نص كمشة، وانتم على راحتكم تبون سبايسة او لا. وهذا 3 كمشات صغار الملح. بخلي على جنب وبس، واقلب شوية لين ما تدبل الخضرة، ورايح احط عليها اللي هو الروبيان ويا اللوبة والماش والعدس الاخضر المنقوع، وخليهم يطبخون 10 دقائق، وبعدين بحط العيش عليهم. الحين بس بخليهم شوي ياخذون الخضرة وده تدبل. انا بصف العيش الحين. اغسله بس شوية. رايح اقلبهم بعد شوي. خلاص تقريبا دبلت.
ويا بعد بغاو. ما دام الحين الحمصة والخضرة تدبل، وش رايكم نجيب لكم مثل؟ يقول المثل ويقولونه إذا حجت البقر على قرونها. يعني وش معناته؟ يعني مثلا عندنا واحد يتسلف وما يجيب البيزات ويسوي مشاكل مو راضي يجوز، ميؤوس منه، يعني تنضح له وغاسلين ايدهم منه. فيعني يقول لك ان هذا اذا حجت البقر على قرونها بينصلح. فهذا هو معنات المثل. الحمصة ويا الخضرة دبلت، هذا اللي نبغاه، ورايحت على الروبيان الطري والروبيان اليابس. رايح بس اشيل الماء منه ورايح احطه نفس ما قلت لكم سويته بالروبيان الطري واليابس عشان يطلع الطعمين. والحين اخليه بس شوي، واخلي اللي هو بقايا الخضرة اللي هو عندنا العدس واحطه فوقه، واحط اللوبة. الماش بحطه بعدين لان الماش متنقع وكلش منتفخ وهلكان لان يعني كلش. اذا حطيته الحين راح يعجن عليه. اذا حطيت العيش راح احط الماش عليه مرة واحدة. اخليهم هذلين ويا اللوبة واحط عليه الماء واخليهم يفوحون لين ما يلين اللوبة ويا العدس. وعقب رايح احط عليه العيش والماش. وش رايكم ما دام الحين هذا اخليه يغلي، نروح نسوي لنا سلطه شويه خفيفه على جنب. اوكي يلا خلنا نروح ونستعرض وش هي سلطتنا اليوم. شفتوني؟ أنا للحين ما زحزحت من مكاني. الطبخة غلت، يعني أخذت الغلوة مالتها، وعلى طول الحين بحط الخضروات اللي هو الفلفل البارد ويا الفلفل الحار وعلى طول فوق العيش. بس رايح اقلب تقليبه خفيفه، واذا احتاج ماي رايح احط عليه، اذا ما احتاج نفس الشيء. رايح اشوفه يبغى له بس تقريبا نص كوب ماي علشان يرتفع نفس قلت لكم سنتيمتر او سنتي ونص، سنتين بس بالكثير، بس كافي كافي كافي. بس رايح الحين عقب ما حطينا الماي انا راح احط الماش، اصفيه من الماي وعلى طول فيه. بس رايح اقلبه نفس الشيء قلبتين عشان يختلط الماش ويا المكونات هذه، وعلى طول رايح اخليه بس يغلي. عقب ما يغلي رايح انقص على النار واخليه لمدة 10 لربع ساعة، وبعدين رايح ننشبه. ما دام بعد 10 دقائق تقريبا العيش امتص جميع الماء، ورايح انقص عليها الى مدة 10 الى ربع ساعة، وبعدين رايح يستوي. ما دام الحين هذا مسكر خليه على راحته. رايح نشوف الزلاطة اللي هي مالتنا كلش سهلة وخفيفة. عندي خيار 4 حبات، وعندي طماطة 2، وعندي بيلجانة 1. وبعدين بنراويكم اللي هي الصوص ماله اللي هي عندنا زيت الزيتون وملح
ولومي، بحط عليه شوية فلفل مجروش خفيف. أنا الحين هذا شنو بسويها؟ أنا بقطعها الحين مكعبات وبقليها. أنا رايح أقطعها مكعبات وأنا ما بقليها لأن أنا مسوي من قبل واحدة وقالنها، بس أنا رايح أراويكم كيف التقطيع مالها. تقريبا هذه المكعبات أنا رايح أخليها على جنب، وإذا تبغون نفس ما قلت لكم نملحها بس خفيف ونحطها في المشخار. رايح البيلجان ينزل الماء كامل منه ورايح يساعدنا تالي ما يشرب الدهن. ورايح أقطع الخيار إلى مكعبات نفس الشيء. ونفس الشيء الطماطة بعد مكعبات. رايح اخلص الخيار كامل. هذا خلصناه. ونفس الشيء رايح اتخلص من هذا مكعبات، 4 مكعبات. وشوي شوي على السكين يا ابنائي، ترى السكين خطيرة نفس ما قلت لكم. ادري ما شاء الله في اولادي ما شاء الله من قد اولادي ايش قد يتابعوني، بس نفس ما قلت لكم كل شيء وسلامتكم. انا رايح اخلي هذا نفس الشيء تشوفوا، ورايح اجيب البيلجان المقلي. والحين البيلجان نفس ما قلت لكم انا قال لنا من قبل رايح احطه، ورايح اجيب زيت الزيتون واحط شوي، مو وايد بس شويه لان هي اوريدي البيلجان شارب دهن، واخليه. ورايح اجيب اللي هو الفلفل المجروش خفايف بس شوي، نص كمچة. وعندي الله يسلمكم فلفل اسود، هذا الفلفل الاسود ربع كمچة بس برشة خفيفة. ولا هو عندي الملح ونص كمچة ملعقة صغيرة ملح. ورايح اقلب. تقليبة خفيفة خلاص. وهذه السلطة اللي هي كلش سهلة وفي نفس الوقت لذيذة. انا رايح الحين اجيب الطبق ورايح نقدمها، والعيش تقريبا استوى ورايح نقدمه. وصبروا شوي لما ننشبه وتشوفون النهاية مالته. وطبقنا الرئيس اللي هو الكشري الخليجي بارز يعني المموش. واستعدوا اننا صراحة في داخل مفاجأة. 1 2 3. شوف المفاجأة ولا في الأحلام صراحة. اللون مال الفلفل شيء غريب بلاوي. المهم أنا رايح أشيله الفلفل، بعدين رايح أحطه في الوجه في الوش. رايح أجيبه ونقول بسم الله. الحبة ما شاء الله، والريحة بلاوي، واللون بلاوي، والطعم أكيد بلاوي، وانتون بلاوي، لأن تتابعون واحد بلاوي. وأيامكم إن شاء الله حلوة وبلاوي، يعني من زود الحلاوة صايرة بلاوي. شوف الألوان والريحة والبخار ضارب في الراس. كم هو جميل، رائحته طيبة. وطبقنا اللي هو المموش الكشري الخليجي بارز، وإن شاء الله ينال على إعجابكم.
والصنف الثاني اللي هو السلطة بعد سويناها وبارزة، و100% بتنال على إعجابكم لأنكم حبيتوني وأنا بعد حبيتكم. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة من مطبخ بلاوي. كان معاكم الشيف بلاوي، ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الله وبلاوي.